تخيل انك ماسك موبايلك وبتفتح الكاميرا تمسح كود ابيض واسود وفجأة بيدخلك على صفحة غريبة. هل الكيو ار كود ده فعلا امن ولا ممكن يكون اخطر سلاح رقمي بيتم استخدامه ضدك؟ اهلا بيكم، انا محمد عاطف ودي قناة حقائق علمية، والنهاردة معانا موضوع مشوق جدا، موضوع هيخليك تبص لحاجات بتستخدمها يوميا بطريقة مختلفة تماما. النهاردة هنكشف سر الكيو ار كود، ازاي بيشتغل وازاي ممكن يتحول لفخ، وكمان ايه مستقبله وهل ممكن يختفي قريب. كل ده هنعرفه، فركز معايا للاخر. كلنا عارفين الباركود اللي بيبقى موجود على المنتجات، بس العيب الأساسي فيه إنه بيخزن كمية بيانات قليلة جدا ولازم يتقرأ بطريقة معينة. وهنا بقى ظهرت فكرة جديدة. سنة 1994 في اليابان شركة اسمها دينسون ويف تابعة لشركة تويوتا احتاجت نظام جديد لتتبع قطع غيار السيارات. الحل كان عبقري، تصميم رمز جديد قادر على تخزين أضعاف البيانات مقارنة بالباركود العادي. وهنا ظهر الكيو ار كود. لكن اللي مش ناس كتير تعرفه هو ازاي الكاميرا بتعرف تفك الشفرة. النقاط الثلاثية في الأركان بتساعد الكاميرا انها تعرف اتجاه الكود. المربعات الداخلية بتحتوي على البيانات سواء كانت رابط أو نص أو ملف كامل. نظام التصحيح الذاتي حتى لو الكود اتخدش أو جزء منه راح بيقدر يصلح نفسه بنسبة بتوصل ل 30%. يعني لو حتى الكود ناقص الكاميرا ممكن تفهمه وتقرأ المعلومات اللي فيه. الكيو ار كود مش بس موجود على المنتجات أو في المطاعم، لا، في استخدامات غريبة جدا ممكن تصدمك. الكيو ار كود موجود على شواهد القبور. في الصين وأمريكا بدأوا يحطوا كود على القبور بيمسحوا الزائر فبيفتح له صفحة عن حياة الشخص المتوفي. وكمان موجود داخل جسم الإنسان. في بعض المستشفيات بدأوا يحطوا وشم كيو ار كود على جلد المرضى المصابين بأمراض خطيرة علشان الأطباء يقدروا يوصلوا لملفهم الطبي بسرعة. وكمان في السماء، في الصين شركة استخدمت 1500 طائرة درون علشان ترسم كيو ار كود ضخم في السماء، ولما الناس مسحوه فتح لهم إعلان للعبة جديدة. وكمان في الفواتير والعملات، بعض الدول زي الهند والصين بدأوا يحطوا كيو ار كود على العملات الورقية علشان تمنع التزوير. لكن مش كل حاجة وردية. الكيو ار كود ممكن يتحول لأخطر سلاح اختراق رقمي. في حاجة اسمها كريشنج، وهي نسخة جديدة من التصيد الاحتيالي. ببساطة الهاكر بيحطوا أكواد مزيفة في أماكن عامة، مجرد ما تمسحها بتوصلك لمواقع بتطلب منك بياناتك الشخصية، وبعدها حسابك البنكي ممكن يتسرق وانت مش واخد بالك. سنة 2023 في أمريكا الشرطة اكتشفت مئات الكيو ار كودز المزيفة على ماكينات الدفع في محطات البنزين. الناس كانت بتدفع عادي، لكن الفلوس كانت بتروح لحسابات مزورة. كمان في تقنيات حديثة تقدر تحقن فيروس داخل الكيو ار كود، يعني مجرد ما تمسحه ممكن يتحمل على موبايلك تطبيق تجسس من غير ما تحس. طيب ازاي تحمي نفسك من حاجة زي كده؟ اول حاجة لازم تتأكد من مصدر الكود، لو لقيته في الشارع او مكان مجهول ما تمسحوش. تاني حاجة تشوف الرابط قبل ما تفتحه، معظم الهواتف بتعرض لك اللينك، لو مش مألوف تجاهله. تالت حاجة ما تدخلش بيانات حساسة، بمعنى اي كود يطلب منك بياناتك البنكية او كلمة مرور غالبا ده فخ. 4. تستخدم تطبيق كيو ار كود آمن، لأنه بيقدر يحذرك لو الكود فيه خطر. السؤال المهم، هل الكيو ار كود هيكمل ولا ممكن يتم استبداله؟ الحقيقة إن في تقنيات جديدة بدأت تنافسه، زي خاصية ال NFC الاتصال القريب. بدل ما تمسح كود، مجرد ما تلمس موبايلك بأي جهاز المعلومات بتتنقل تلقائيا. وكمان التعرف على الوجه والصوت، ممكن في المستقبل تدخل مكان أو تدفع بمجرد بصمة وجهك. وكمان التعرف على الوجه والصوت ممكن في المستقبل تدخل مكان وتدفع بمجرد بصمة وجهك. وكمان أكواد رقمية مخفية زي ال RFID، تقنية بتستخدم موجات الراديو لنقل المعلومات بدون الحاجة للمس الكود. لكن رغم كل ده الكيو ار كود مش سهل ينتهي، بالعكس بيتطور ويتحدث، والسبب ببساطة لأنه رخيص وسريع وبيشتغل على أي كاميرا في العالم. دلوقتي عرفت السر، الكيو ار كود مش مجرد مربعات عشوائية، ده بوابة رقمية للعالم الحديث، لكن لازم تستخدمه بحذر. قولولي في التعليقات هل وقعتم في فخ كيو ار كود مزيف، وهل شايفين ان التكنولوجيا دي هتفضل ولا في حاجة جديدة هتستبدلها؟ ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان اللي جاي هيكون أغرب وأخطر.